عرفت بقى الجدة وهي انها شافت الجدة كانت في الماركت وعاوزة تشتري جزر بس ما لقيتش، وبعدها سان شافتها من بعيد وهي واقفة قرب الباسكت فصعبت عليها جدا وتوقعتها فقيرة وانها محتاجة، وعرضت عليها انها تجيب لها الجزر بنفسها لغاية بيتها. بس اول ما بتوصل لبيتها بتتصدم وبتتفاجئ من القصر اللي هي عايشة فيه، وقبل ما تدخل بتتفاجئ بالواد ده واللي بيكون حبيبها القديم وسابها علشان ارتبط ببنت غنية وافتكرها عملة توصيل. ولما قالت لهم انها جاية وجايبة هدية لصديقة ليها اتنمروا بانها اكيد مصاحبة الجنايني او البواب، ووروا بقى المساعد الهدايا الكتير والغالية اللي جايبينها للرئيس شين. بس هو بلغهم ان هو بيرفض مقابلة اي حد على عكس سان اللي الجدة كانت مستنياها بنفسها. فغزتهم بقى هي وطلعت لهم لسانها، والجدة فرحت بهديتها جدا وفي المقابل قدمت لها هدايا كتير جزم وشنط ومجوهرات. بس هي لما بتلاقي الأسعار غالية بترفض إنها تاخد أي حاجة، فزعلت الجدة وقالت لها خلاص هديتك هتكون إني هديكي حفيدي تتجوزيه. فحست إنها مجنونة شويتين وقالت لها لا لا خلاص أنا هاخد